الصراع والغضب اللي جوانا. الصراع والغضب اللي جوانا ينتهي لما ينتهي الكره والغضب. ينتهي الكره والغضب لما توقف عقلك عن اللي أساءوا ليك. إنك تستحق إنك تشغل عقلك في الحاجة اللي تسعدك وتنفعك بس. ما تنساش تعمل ده علشان خاطرك أنت وبس، وده أول خطوة علشان تبني نفسك صح. وعلشان تبني نفسك لازم تنظف كل الأفكار اللي جواك من أفكار وحشة. زي إيه مثلا؟ زي الصراع والحقد والغل والكره والحسد واللوم والحسرة. وبعدها تبدأ في بناء أكبر بناء قوة ومتانة. وهنا بس ربنا هينعم عليك بأفكار جميلة جدا زي التصالح والرضا والحب والعطاء والتسامح والاستقلالية. اتعلم مهارة النسيان ونظف أرشيف عقلك باستمرار، وما تحفظش فيه إلا الذكريات الجميلة الحلوة. أما الذكريات المؤلمة فخد منها الكويس والحكمة وتعلم، مش هتخسر حاجة. ليه؟ اتخلص من أفكارك السلبية واحتفظ بالحاجات الإيجابية. خليك مصدر إلهام لنفسك. خليك عظيم بالحاجات الحلوة اللي انت سعيت عليها. بإمكان القلق اللي في عقلك يربكك أكتر من أي مادة كيماوية مضرة أو فيروس شرس أو أكل سام. خليك متزن. اتأكد من انسجام جسمك مع نفسك. خد نفس كده، خفف الأمور المزعجة اللي جواك، خفف أهمية الأمور المطلوبة، احمد ربنا على اللي عندك، اشكر كل اللي حواليك، ابتسم ابتسم ابتسم. والآخر بقول لك استقيموا يرحمكم الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.